كرة القدم مليانة حاجات غريبة وعجيبة، لكن إننا نسمع إن كأس العالم اتسرق قبل كده جديدة دي. في بريطانيا سنة 66 وقتها قرر الاتحاد البريطاني عرض كاس جول ريميه المرصعة بالذهب في معرض بلندن علشان يقدر أي زائر إنه يحس بالفخر لكل الأمم الكروية، لكن اللي ما كانش في الحسبان إن الكاس اتسرقت. تخيلوا كاس عالم تتسرق من معرض وكلها يوم واحد وتصحى على عناوين عريضة في الجرايد خلت الشوارع الرياضية كلها مذهولة ومستغربة. كاس العالم اتسرق، علشان يجي بعدها ان السارق يتصل بصحيفة ذا تايمز الشهيرة ويقول لهم ان في شنطة بنية في تشارين كروس وسط لندن عند النقطة كذا هتلاقوا فيها الكاس، فالشرطة تروح هناك بكل سرعتها علشان تكتشف انها خدعة من الحرامي. هنا بقى التاريخ هيسجل اسم جديد لشخص اسمه ديفيد. ديفيد بيتمشى هو وكلبه عادي زي ما بيعمل، علشان الكلب يجري يسيبه ويروح ورا ريحة شمها، علشان يروح وراه ديفيد ويلاقي شنطة فيها كاس، الكاس اللي العالم كله بيدور عليه، علشان الاتحاد والشرطة يشكروه جدا على اللي هو عمله. وتخيلوا ان الكلب كمان جاله تكريم بميدالية فضية